السلام ورحمة الله. لو سمحت بدي ممكن تشرح لي تفضلي. زوجاته أمهات المؤمنون شو معناتها يعني؟ نعم. زوجاته طيب أمهات المؤمنين. فقط هذا السؤال؟ أي. شكرا لك. عمر من إسبانيا أو أبو عمر من إسبانيا. تفضل أبو عمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سامحك الله يا شيخ الحيدري وعفى عنا وعنك. فقد فضحتنا وأظهرت عورتنا وهي ترى من المريخ، ولا نجد جنة بها ورق كاف لنخصف منه على سوآتنا. كنت أتحاور منذ 54 سنة مع الشيخ ناصر الألباني دائما يوميا في الحديث في المكتبة الظاهرية رحمه الله وعفى عنا وعنه، وكنت أشمئز من إضافتي في الحديث الشريف مشكلة الثريد هذه. فعندما تدخل في الحديث تدخل بكرم عظيم عن كمال العقل وهو أكبر نعمة، فإذا بك تلقى اللحم والمرق والمرق واللحم. فكلما سألت عنه شيخا هذا من 40 أو 50 سنة قال يقولون خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء. فسألت الشيخ الألباني هل هذا صحيح؟ قال هذا حديث موضوع ولكن لا تشيعه بين الناس حتى لا تعمل الفتن. جزاكم الله طيب خير. أبو عمر ممكن نتعرف عليك أكثر؟ يعني لربما يقول المشاهد أنك يعني أيضا موضوع كالأحاديث الموضوعة. عفوا لك. لأنه هذه مباشرة يتهموننا أنه يابا هذا اتصل وأنتم اتفقتم معه. ممكن نتعرف عليك أكثر؟ عبد بن عبد الله باحث عن الحقيقة. أنا عرفتكما بنفسي من أول يوم، قلت أنا رجل سني وأفتخر بسنيتي، ولكن هذا لا يمنعني من تطلع على الحقيقة. جزيت خيرا أبو عمر، يعطيك العافية. البخاري من العراق. تفضل أخي البخاري. السلام عليكم وعلى السيد العزيز. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال هو القول الذي ذكره العلامة الحيدري انه نحن حجة الله وامنا حجة علينا. مفهوم الحجية هل هو الاعلانية، وهل تستلزم هذه الاعلانية عن طريق احاديث سيادة الشباب الجن الحسنان على افضلية الزهراء على جميع الانبياء؟ هذا السؤال. اما المداخلة ففي فيض القدير في شرح جامع الصغير الجزء الرابع صفحة 421 ذكر المناوي قول السبكي قال الذي نختاره وندين به ان فاطمة افضل من خديجة ثم عائشة. وقال ايضا المناوي معقبا عن شهادة الدين ابن حجر ولوضوح ما قاله السبكي تبعه عليه المحققون، يعني جميع محققو اهل السنه مجمعون على افضليه الزهراء عليه السلام على امها وعلى خديجه. ولكن ذكر العلم العراقي يذكر المناوي ايضا ان فاطمه واخاها ابراهيم افضل من الخلفاء الاربعه باتفاق. طيب هذا ليس يعني خارج عن الموضوع. الأخ البخاري شكرا من العراق. أنا أتصور يعني لو نعطي فرصة لسماحة السيد هنا أنا أكثر إن شاء الله سماحة السيد، وأكتفي بهذه المداخلات، لأن ليس الهدف هو كثرة المداخلة. الهدف هو أن تطرح الأسئلة ويتم الجواب عليها بشكل كافي. سماحة السيد تفضلوا بتعليقكم، لأن هناك الأخت منال شنو أنا سؤالها ما منال من المغرب. ما معنى أمهات المؤمنين؟ ما معنى أمهات المؤمنين؟ إن شاء الله تعالى عندما نقف عند الآية المباركة ونساء أمهاتهم ذاك البكر نبين أن هذه الأم التي ورد هنا إشارة إلى بعد كلامي وأخلاقي وقيمي أو إشارة إلى بعد فقهي. هذا بحثه إن شاء الله سيأتي في محله. الآن ولو باختصار أبدا على منهجي الذي اتفق. لابد أن أقف عند الآية، قرائن الآية قبلها بعدها لنرى أنها ماذا تدل، وإلا الآن تكون فتوى هذه بلا قيمة. لابد أن نبحث الآية. تعرفون أن هذا البرنامج قائم على أساس علمي رياضي.
واضح. هذا. وأما الأخ أبو عمر من أسبانيا، واقعا النقطة التي أشار إليها خطيرة جدا. لا تقولوا أنه لا تشيعوها. الحق. أحسنتم، هذه كتمان الحق. أنا لا أعلم عزيزي أنت كيف مع ذلك تقول على أي الأحوال. وأما ما ذكره البخاري أعزائي، والله وبالله أقسم لكم أن هذا الذين تقرؤونه أنا عندي مصادره هو أوسع. اتفضلوا، هذا كتاب تكملة فتح الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم، تأليف محمد تقي العثماني خادم الحديث النبوي بجامعة دار العلوم كراشي، المجلد الخامس دار القلم. يقول الذي قال السبكي الكبير: الذي ندين الله به أن فاطمة أفضل ثم خديجة ثم عائشة، والخلاف شهير ولكن الحق أحق أن يتبع. هذا الذي أنتم تقرؤون عندي مصادر أفضل منه، ولذا أدعو الأعزة اللي يتصلون أعزائي لا تقرؤوا لي مصادر، كونوا على ثقة. عشرات هذه المصادر موجودة، ولكن أنا لا أقرأها لضيق الوقت. لا يسعني في هذه اللحظة إلا أن أشكر سماحة آية الله السيد كمال